عاجل. التلفزيون السويسري يكشف مع كولين تفسير بيان الفيفا، ويكشف 3 أخطاء متعمدة من جسامة وينصف الجزائر. السلام عليكم. التلفزيون السويسري يكشف مع رئيس لجنة الحكام في الفيفا الحكم الإيطالي كولينا، يكشف تفسير بيان الفيفا اليوم بخصوص الأحداث التحكيمية في مباراة الجزائر والكاميرون. ولكن قبل أن نبدأ أعطر أفواهكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. صرح رئيس لجنة الحكام في الفيفا الإيطالي كولينا لشبكة التلفزيوني السويسري منذ قليل بشأن البيان الذي أرسلته الفيفا إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم بخصوص الطعن الذي تقدمت به الاتحادية الجزائرية بخصوص الأخطاء الكارثية والمتعمدة من الحكم بكاري جسامة في مباراة الجزائر والكاميرون. وقال كولينا: لقد درسنا وحققنا بعناية الأخطاء التي ارتكبها الحكم بكاري جسامة في مباراة الجزائر والكاميرون، وقد أثبتت التحقيقات أن الحكم بكاري جسامة كان متعمدا في بعض هذه الأخطاء، وخاصة في الهدف الأول للمنتخب الكاميروني، لأنه لم يستجب لنداء حكام الفار الألمان. كما أثبتت التحقيقات أيضا بما جاء من شهادة حكام الفار الألمان أن الحكم بكاري جسامة لم يستجب لهم أيضا في احتساب ضربة جزاء لصالح المنتخب الجزائري للاعب يوسف البليلي، وأيضا ضربة جزاء أخرى لصالح المهاجم إسلام سليماني الذي دفعه المدافع الكاميروني، وأيضا لم يستجب لندائهم. وبصفة رئيس لجنة التحكيم في الفيفا نتأسف للمنتخب الجزائري عما بدر من الحكم بكاري جسامة. كما أعلن في البيان: وأنوه أننا اتخذنا قرارا بإعادة هذه المباراة، ولكن هناك ملف آخر مقدم من الاتحاد الجزائري بالتعاون مع منظمة مكافحة الفساد العالمي ضد الحكم بكاري جسامة بوجود تلاعب ورشوة فساد بينه وبين الاتحاد الكاميروني، وهذا الذي أجل قرارنا. ومن الوارد جدا تأهل المنتخب الجزائري مباشرة إلى كأس العالم لو أثبتت التحقيقات بتلاعب جسامة في هذه المباراة. وسوف ننتهي من هذه التحقيقات في اليوم 15 من مايو الحالي، وسنعلن قرارنا النهائي في أحداث هذه المباراة التي لم أشاهد أحداث مثلها خلال مسيرتي الكروية التي امتدت ل40 عاما حتى الآن. وفي النهاية، لو أنت محب لتأهل المنتخب الجزائري مباشرة إلى كأس العالم، اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.